السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعرض كده شوية مشتريات صغيرين كده لرمضان، حاجات رخيصة بس هتفرق معاكي في البيت وموفرة جدا. يلا بقى، لو معكيش فلوس الحاجات دي رخيصة جدا، دي ب10 جنيه كده. ده اسمه مغناطيس التلاجة، حلو جدا وفي أشكال كتير هناك قوي، تقدر تختار اللي انت عايزاه. بوجي وطمطم بكار. انا اخترت الاشكال دي. المغناطيس بيبقى ورا كده وتحطيه على التلاجة بقى، بيبقى شكله حلو قوي. اختاري بقى الشكل اللي انت عايزاه وعلقيهم، بيبقى حلوين قوي وبيفرحوا المطبخ. تمام. الصينية دي بقى كده، يلا ده يعني بصوا كده، اللي نفسه في الصينية ايكيا جت لحد عندكم ورخيصة جدا. دي بقى مش صينية معدن زي بتاعة ايكيا، لا دي ب25 جنيه بس، دي بلاستيك. بس بجد جميلة جدا جدا وشكلها زي المعدن بالظبط. بجد تحفة، لازم تشتريها، وفيها منها كل الألوان يعني اللي نفسك فيها. ودول كده الأربعة ب5 جنيه بس، بلاستيك عادي جدا، مفيهوش حاجة بتنور ولا أي حاجة، بس برضو بيفرق في الشكل وفي الديكور لما تحطيه كده على الرف في مكتبة التلفزيون على السفرة. هو برضو موفر جدا وحاجات رخيصة. بلاش الحاجات الغالية أوي الأوفر دي، كده كده بتبوظ. يعني تقدري تعملي أي تنسيق كده ديكوري. ده فانوس أيكيا طبعا، أنا جايباه بقاله 3 سنين أو 4 سنين، مش جديد، ده الأصلي. ودي الصينية، ودي كده الفوانيس تقدري تحطيها، تقدري تحطي فازة بقى جنبهم. انا كمان عاملة حاجات هبقى اوريكم التنسيق بتاعها، شكلها حلو قوي. جبت بقى عشان نعمل رانر للسفرة، في طبعا القماش ده كل الاشكال اللي انت عايزاها. ده عشان خامة نظيفة شوية تعيش معاكي. المتر كان ب30، لكن في ب20 وفي ب15. بجد حاجات حلوة جدا، تقدري تعملي بيها كل الاشكال اللي نفسك فيها. خداديات، اي حاجة. تمام. ده كده الخيامية اللي كانت معانا دي حاجات رمضان، الديكورات خلصت. دي كده تروفال، دي بتاعت الكيك، حلوة جدا. انا ما عنديش الشكل دوت، فحبيت ان انا بقى نغير في شكل الكيك شوية. هي جميلة جدا. هي بصراحة يعني دي مش فاكرة سعرها. ماشي. ودي علب ايكيا كلنا عارفينها، طبعا ممتازة. هي كانت عندي قبل كده وحبيت ان انا اكررها يعني. هي طبعا فيها التلاتة، فيها 4 اللي هم المستطيل دول. وفيها، انا طبعا مش هفتحها دلوقتي لان انا عندي لسه التانية القديمة شغالة. وفيها 2 من الكبار، وفيها بقى الصغيرين جوه. بينفعوا بقى في الرحلات، في النادي. فيها بقى كده كل الكميات دي، 8 10 حاجة كده يعني، كتير كده كتير. فهم حلوين جدا جدا وهي طبعا صحية قوي يعني، كل الناس بتشكر فيها يعني. دول برضو كانوا من بيم، كانوا عرض، كان 70 جنيه. حلوة جدا للرز والمكرونة والبقوليات. فحجمها مناسب جدا، تاخد كمية كبيرة من الرز، 4 كيلو رز مثلا. ودي برضو ممكن مخلل لو ما عندكش برطمانات. هي كذا غرض يعني، بس هي مش تلاجة طبعا، هي علب خزين. حلوين جدا، والقفلة بتاعتهم الكبس بتاعهم ده حلو. هما 3 زي ما بوريكم كده. آه بس انا مش عارفه اطلعهم من بعض تمام يعني. هما الاخيره اللي جوه صغنونه خالص يعني، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حلوه جدا جدا، ممكن تخليلي فيها حاجه. ممكن تنفع العصاير في رمضان برضو، لو عندك عزومه ومحتاجه يعني حاجات دورق زياده، هي ممكن تأدي الغرض برضو. الاتنين اللي هما الوسط دول تقدري تعملي فيهم برضو عصير يعني. والكبيره دي للرز بقى، للمكرونه، حلوه جدا. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك. البولات دي بقى يا جماعة دي تحفة بجد، وخامة نظيفة وجميلة يعني، جميلة بجد. انا استعملتهم كلهم امبارح، حلوين جدا، وغسلتهم وقلت اصورهم معاكم. دي الخضرة ودي موف، الوانهم تحفة، ودي حمرا. دي الواحدة كانت عاملة 20 جنيه. حلوين جدا للسلطة بقى في رمضان، للخشاف، لأي حاجة. بصراحة شكلهم تحفة، والبلاستيك بتاعهم بقى هي أنواع نظيفة يعني. هو تحسيها اكليرك شويه، انا حبيتهم قوي بصراحه. وفي نفس الوقت سعرهم مش رخيص يعني، لان هم خامه نضيفه. الكوبايات دي انا جايباها ليه؟ الكوبايات دي بقى احنا بنكسر كوبايات كتير، دي بقى تحطي فيها جيلي للاولاد، تحطي رز بلبن. حلوه بقى، ما يهمكيش، وهي مش غاليه، 17 جنيه او ب20 جنيه. فانا جبت علبتين 6. اعملي بقى لو عندك عزومه وفي عيال كتير، في اطفال كتير، بتعملي جيلي، بتعملي رز بلبن فيهم وبتنوعي فيهم. فكر افكار حلوه، يا رب تعجبكم. وما تنسوش تدعموا القناه بلايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.